السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النهارده كان في مباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري، وعايز أقول لكم بقى يعني دي مباراة ممكن نطلعها بعنوان فقري وسموه رزق. النادي الأهلي النهارده يا جماعة فعلا حظ مش طبيعي، وده موجود في الكورة طبعا. يعني أنت ممكن تعمل كل حاجة في الكورة بس اليوم يبقى مش بتاعك. طبعا المباراة ابتدت الأهلي بضغط الأهلي اللي احنا متعودين عليه. وكان عند الاتحاد مشكلة في بداية المباراة ان هم بيحاولوا يلعبوا كرة من تحت، ودي مشكلة كبيرة لما تلعب الأهلي. وعشان كده حتى لو هنبص على بابا فاسيليو بصراحة النهاردة برضو انا عجبني الاتنين المدربين وهنتكلم عنهم كمان شوية. لكن انا بتكلم ان بابا فاسيليو جه على الشوط الثاني ظبط واتكلم مع فرقته اكيد بين الشوطين في ان احنا مش هنلعب كوره من تحت، وبداوا يلعبوا على الكوره الطوليه. لكن اللي انا عايز اقوله ان على المدربين بقى، لما قلت لكم نرجع على المدربين بصراحه النهارده الاثنين عجبوني جدا، لان الاثنين قاعدين من بره قاريين الماتش. الاثنين قاعدين من يعني واقفين على الخطوط بره، شايفين المباراة بتعمل ايه، شايفين الاهلي بيتحرك ازاي، شايفين يعني كان بابا فاسيليو شايف الاهلي بيتحرك ازاي، خطورته فين، وان كان كولر فبرضه شايف القصور فين وشايف المشكلة فين. لكن احنا عندنا مشكلة بصراحة ملهاش علاج، الا وهي المهاجم. يا جماعة وسام ابو علي بالنسبة لأي حد بيلعب في الحتة دي في مصر كلها مش بس في الاهلي، وسام ابو علي مختلف. وسام ابو علي في حتة تانية حرفيا. وسام ابو علي وفي حته ثانيه من ناحيه كل حاجه مش بس التهديف. وسام ابو علي يا جماعه هو فعلا بيعرف يوتر المدافعين، بيعرف يضغط على المدافعين. النهارده شفنا كهربا، ضغط كهربا لا يعني ده ضغط من اللي هو بشوكه وسكينه، وده ما بيعملش حاجه، يعني ما بيجيبش نتائج. كمان التركيز بقى على الجول. لا على احراز الاهداف يعني. لا يا جماعه النهارده جه كورتين لكهربا. يعني لو وسام ابو علي النهارده لو موجود في الماتش يطلع هاتريك مرتاح وهو سايب ايده، يعني وهو اصلا ما هلكش نفسه في الماتش. فدي كانت مشكله. طبعا ما كانش فيه توفيق. انا شايف انه من احسن لعيبه الاهلي، علشان لسه هنيجي للمهدي سليمان طبعا. احسن لعيبه الاهلي النهارده بصراحه كان حسين الشحات، مش طاهر، لان طاهر طبعا معروف خطورته ومعروف امكانياته الموسم عامله ازاي. فبابا فاسيليو برضو كان موقف له تقريبا اتنين لعيبه، يعني كانوا محجمين خطورته جدا. ما كانش عارف يتحرك بحريه رغم ان هو كان ليه خطوره في الماتش وعمل كام اسيست حلوين، بس يعني زي ما قلت كده النهارده مفيش حظ، كور كانت بتضيع بالجمله. نروح بقى لرجل المباراة وهو فعلا من يستحق. يعني بصراحة أنا شايف إنه لو هنمشي على الطريقة دي في الدوري العام وندي اللي يستحق ياخد رجل المباراة، مفيش أحسن من المهدي سليمان النهارده ياخد رجل المباراة. المهدي سليمان طبعا لقى في نوش حاصل وفي قلق في الدنيا، انه ليه مصطفى شوبير اللي يلعب، ليه مش عواد اللي يلعب، ليه مش عارف ايه، ومصطفى شوبير الحارس رقم كام ومحمد عواد الحارس رقم كام. ولقى نفسه مش في الصورة خالص، قام رافع لنا الحبيتين وجاي النهارده وضارب طبعا باور هورس يعني وعامل شغل. يا جماعة النهارده المهدي سليمان فعلا لا طالع بأكتر من منظر. يعني المهدي سليمان النهارده بصراحة يعني بيتحدى تصدياته بتتكلم عنه. كان رائع، كان صاحي جدا، ردود الافعال لا كان سريع جدا تحت القائمين والعارضه. فبصراحه عمل ماتش عمره المهدي سليمان النهارده، وبصراحه كان يستحق فعلا رجل المباراه. اللي محتاجه اساله بقى ومحتاجه اقوله، طب هل اداره الاهلي بقى شافت مشكله المهاجم اللي هم حاطيننا فيها بقالنا كتير جدا؟ وعلى فكره بيم جاي وسام ابو علي ما تسددش قصه المهاجم. وسام ابو علي مهاجم تقيل جدا، بس يا جماعه ما فيش حد مش هيلعب كميه المباريات اللي الاهلي بيلعبها كل موسم دي لوحده. فاحنا عندنا مشكله، وكان لازم يبقى فيه مهاجم. كهربا ما بقاش مهاجم النادي الاهلي. كهربا كان في فتره ما الراجل ما قصرش وعمل اللي عليه وزياده وكتر 2000 خيره. لكن ده مش هينفع يستمر معانا الى ما لا نهايه. كهربا لازم يعني يتشاف له مكان بقى، يلعب على الجناح، يلعب على ايه، المهم مش المهاجم.
لازم يجي مهاجم محترم بقيمه النادي الاهلي وبقيمه وسام ابو علي، يقدر يلعب جنب وسام ابو علي، يقدر يقعد وسام ابو علي، او بمعنى صح يعني يبقى فيه المنافسه اللي احنا بنتكلم عنها. مش لما يتصاب وسام ابو علي يبقى انا خلاص ما عنديش النهارده بعمل كل حاجه في الكوره، مستحوذ استحواذ كامل على المباراه، وفي الاخر طلعت متعادل. علشان ايه؟ علشان ولا حاجه، ومضيع ضربه جزاء بصراحه انا شايفها ما كانتش ضربه جزاء بتاعت حسين الشحات. حسين الشحات اتضرب من بره المنطقه وباينه جدا في الفيديو على فكره، يعني مش شايف ان هي اللي فيها وعليها، لا انا شايفها مش ضربه جزاء قوي بصراحه. طبعا ضربه الجزاء الثانيه كانت صحيحه 100%. محمد طاهر استلم الكره بطريقه تجبر المدافع على انه لازم يعمل ضربه الجزاء. لكن في الاخر طلعت متعادل وانا ماسك الماتش كامل. وهي دي المشكله، ان لازم يكون في مهاجم في النادي الاهلي. ما ينفعش النادي الاهلي بقيمته وبمبارياته وببطولاته اللي بيلعبها دي كلها يبقى عنده مهاجم واحد هو وسام ابو علي. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو الفيديو عجبكم اتمنى ما ننساش اللايك والاشتراك. تصبحوا على خير.